اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة رابع يوم عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الأيام بخير يا رب. الأول كده عندي فرختين غسلتهم ونضفتهم كويس جدا. في فرخة هحشيها رز والفرخة التانية مش عايزينها محشية. فهعمل ايه الأول؟ طبعا أنا عملت معاكم حشو الرز كذا مرة قبل كده. هحشي فرخة رز والفرخة التانية مش هحشيها. وانا بحشيهم كده هجيب حلة واحط فيها مية واحطها على النار. اول لما تسخن معايا هنزل عليها بحبهان وشوية من الفلفل الاسمر وشوية من بهارات الفراخ، وكمان هنزل عليها ببصلية كبيرة متقطعة، وكمان ورق لورا، حبهان وشوية من الملح. اول ما المية تغلي معايا بنزل عليها بالفراخ، وبعد كده بوطي عليها واسيب الفراخ على نار هادية علشان تعملي احلى شوربة، وكمان تستوي من جوه كويس جدا ما يكونش فيها ولا نقطة دم. دلوقتي هسيبها على نار هادية كده مع نفسها. دلوقتي بقى الخطوة اللي بعد كده، وانا سايبة الفراخ على نار هادية هجيب حلة وانزل عليها بشوية من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة. اول ما يسخنوا كويس جدا هكون مقطعة بصلتين كده كبار، وانزل بالبصلتين في الحله وافضل اقلب فيهم كويس جدا. اول ما يبداوا يتبلوا معايا كده هنزل عليهم بطماطم مضروبه في الخلاط، ده علشان اعمل احلى صينيه بطاطس. الخطوه اللي بعد كده عندي نص كيلو لحمه مفرومه. هجيب دلوقتي الطاسه وانزل عليها بسمنه، انا هعملها بسمنه بس. اول لما السمنه تسخن معايا كده هنزل عليها بكام بصلايه انا مقطعاهم مكعبات، وبعد كده هفضل اقلب فيهم كويس جدا. طبعا الاول السمنه تسخن معايا، بعد كده انزل عليها بالبصل وافضل اقلب فيهم كويس جدا. اول ما يبداوا يتبلوا كده انزل عليهم بقرنين من الفلفل وهفضل اقلب فيهم كويس جدا. هيبداوا يتبلوا معايا كده هنزل عليهم بنص كيلو لحمه. كان عندي لحمه من الفريزر، طلعت نص كيلو لحمه من الفريزر ونزلت عليهم بيها وفضلت اقلب كويس جدا. طبعا اللحمه بدات تفك معايا كده، انا سبتها الاول بره كده فكت شويه، بعد كده حطيتها بدات تفك معايا خالص. فضلت اقلب فيها، بعد كده نزلت عليها بشويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح وشويه من البهارات اللحمه. قلبتهم كويس جدا وسبتهم على نار هادية كده لحد ما استوت معايا. بعد كده جبت صينية دهنتها مادة دهنية اللي هو سمنة بلدي كده، وبعد كده جبت رقاق. عملت الأول أول طبقة من الرقاق بعملها بالشوربة. جبت صينية حطيت فيها شوربة، وزي ما انتوا شايفين كده بالمعلقة الكبيرة بنزل بالشوربة كده على الرقاق، أبل من كل ناحية كده واحط أول رق من الرقاق في الصينية، وبعدين أدهنه سمنة من فوق، وبعد كده احط تاني راق وادهنه سمنه، تالت راق وادهنه سمنه، رابع راق وادهنه سمنه. بعد كده انزل عليهم باللحمه المفرومه، وبعد كده بعمل راق كمان وادهنه سمنه، وراق كمان وادهنه سمنه، وراق كمان وادهنه سمنه. ممكن اعمل 7 بس وممكن اعمل 8. وبعد كده بتقطعيها عادي قبل ما تدخل، ممكن تقطعيها بعد ما تطلع عادي، انا قطعتها بعد ما طلعت. وبعد كده على الوش كده بتروحي برضو دهنها سمنة، بتبقى خطيرة والله العظيم، مورقة وخطيرة. انا بوريكم واحنا ممكن ماسكين الرقاق كده بنحط عليه شوربة، ممكن يتكسر حتة عادي بنحط الرقاق عادي وبنكملها بالحتة الصغيرة عادي. بوريكم حتى لو متكسر ده كله بيتدرى بعد ما بتعمليها، بيطلع قطع عادي. شوفوا زي الحتة دي انا كنت اقدر اشيلها في المونتاج بس انا مش عايزة اشيلها في المونتاج. اهو دي كنت بعملها رقاقة كاملة فاتكسر منها حتة، فالحتة دي هل كده اجيب واحدة تانية احط؟ لا، الحتة دي عادي عملتها وداريتها كده وهتطلع عادي ومتماسكة وماسكة بعضها ومورقة وكل حاجة. زي ما قلت لكم ممكن تعملي 4 طبقات تحت من الرقاق، وبعد كده تحطي اللحمة المفرومة، وبعد كده 4 طبقات كمان، وممكن تعملي 4 بس تحت و3 فوق. تعالوا ما اقول لكم بقى انا سويتها ازاي. حطيتها فوق، رفعت الشبكة كده فوق وشغلت عليها النار من تحت وسبتها على نار متوسطة تستوي براحتها علشان انا عايزاه يبقى مورق ومستوي من جوه كويس جدا. اول ما استوى وبدأ الاطراف كده تحمر معايا نزلت الصينية تحت كده، يعني نزلت الشبكة تحت وفتحت عليها من فوق تاخد وش تحمير، واستوت معايا احلى صينية رقاق. تعالوا بقى الخطوة اللي بعد كده. الفراخ استوت معايا كويس جدا وبقت جميلة كده. جبت الفراخ ودهنتها سمنة برضو سمنة بلدي طبعا، ودخلتها تاخد وش تحمير برضو، وكده يبقى الفراخ والرقاق خلصوا معايا. تعالوا دي الصلصة اللي احنا كنا حاطينها تتسبك، الصلصة خلصت واتسبكت. نزلت عليها بشوية من الشوربة وكمان شوية من الفلفل الأسمر وشوية من بهارات اللحمة وشوية من الملح وكمان حبهان وكمان ورق لورا. وأول ما غلت معايا كده كويس جدا نزلت عليها بالبطاطس. هسيبها كده لحد ما تستوي معايا، بعد كده هكون مجهزة صينية.
هحط فيها البطاطس هدخلها الفرن. طبعا هسيب البطاطس لحد ما الاقيها استوت كده، هدخلها بس تاخد وش تحمير، يبقى كده البطاطس كمان خلصت. تعالوا بقى نعمل جنبها كده الرز. جبت حله وحطيت فيها شويه من السمنه وشويه من الزيت، واول ما سخنوا كويس جدا نزلت عليهم بالشعريه، حمرتها. اول ما اخدت لون ذهبي نزلت عليها بالرز، وبعد كده نزلت عليها بميه سخنه من الكتل، وبعد كده شويه من الملح، وقلبتهم كويس جدا. واول ما غلت معايا وطيت عليها وسبت الرز يستوي على نار هاديه. كده عملنا الرقاق، وكمان عملنا الفراخ، وكمان عملنا البطاطس، وعملنا الرز. بصوا بقى الجمال، الجمال عدى الكلام. احلى صينيه بطاطس واحلى صينيه رقاق، وكمان احلى فراخ ورز. اقسم بالله كان طعمهم جبار. بصوا بقى، بصوا الرقاق عامل ازاي، عامل زي الفطير كده، حاجه رهيبه. وكان طري كده وخطير ومورق من جوه، حاجه كده عظمه. طعمه اقسم بالله كان خطير. بصوا بقى عامل زي الفطير كده. طبعا اهم حاجه زي ما قلت لكم، لازم تدهنوا ما بين كل طبقه والتانية سمنه علشان يكون مورق من جوه وخطير. وده طبعا الرز، طبعا ده مش كميه الرز كلها، يعني لسه في رز كمان. هو البطاطس انا ما كترتش عن كده، لانه طبعا الاكل ده بنتغدى منه فقط لغير، يعني مش هناكل منه تاني، هو في الغدا بس. بس عملت صينيه الرقاق دي، وعملت صينيه البطاطس معاكم والفراخ، بس لسه في رز تاني كتير في الحله، بس ما حبيتش احط كتير علشان عدد الافراد كلهم مش موجودين، فحطيت على عدد الافراد الموجودين بس. بصوا بقى الجمال، الجمال عدى الكلام. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده معايا من العيد ومش راضيه انزله. اولا كنت مضغوطه الايام اللي فاتت، ثانيا المشاهدات ميته، اقسم بالله ميته. بعد ما كان اجا فتره بسم الله ما شاء الله كانت المشاهدات عاليه خالص، اجت وطيت خالص وبقت ميته خالص. فياريت تتفاعلوا على القناه عشان القناه تكبر بيكو. بصوا بقى الجمال والعظمه دي. اكلنا الاكل ده وبعد كده حلينا. عايزه اقول لكم ان انا مش بشارك معاكم اليوم كامل في الايام العاديه، انما في العيد بشارك اكتر الاوقات معاكم اليوم كامل. فانا طبعا شاركت في اول العيد الايام كامله، ودلوقتي برضو بشارك معاكم مثلا ايه شربنا عصير، ايه عملت حلويات، ايه اكلنا فاكهه ايه. بس الفطار زي ما انا وريتكم، زي اول يوم كده فطرنا كبده بالردة، وريتكم اتعشينا ايه، وريتكم كذا حاجة يعني. فانا بحب اشارك معاكم الايام في العيد وفي اي مناسبة، انما في الايام العادية بعمل لكم وصفة او اكل او كده، بس في العيد بجيب لكم اليوم كامل. برضو بقية الايام بنفطر كبدة برضو، او بفطر مثلا ايه حلاوة، جبنة رومي، لانشون، مربى، جبن، الحاجات دي زي ما انا وريتكم قبل كده. تعالوا بقى غسلت لهم كده طبق فاكهه كبير كده عشان ياكلوا فيه. ده عباره عن برقوق، وكمان تفاح، وكمان عنب اخضر، وكمان عنب احمر. طبق اصلا بتاع الفاكهه من تحت مليان عنب احمر كتير، بس مش باين يعني في الكاميرا. عايزه اقول لكم طبعا مش دي الفاكهه كلها، في التلاجة كتير، بس انا غسله لهم دي عشان ياكلوها دلوقتي. بعد ما اديتهم الفاكهه بقى قمت عملت لهم شويه مهلبيه كده خطيره، بس مش صورتها معاكم بقى عشان انا عملتها معاكم قبل كده على القناه. طبعا مش دي كميه المهلبيه كلها، لسه كتير على الايه على الرخامه، بس انا سايباها تبرد شويه علشان احطها في التلاجة. فجبت حبه صغيرين قدامكم كده عشان اوريكم المهلبيه عامله ازاي. بس فانا عامله كميه كبيره بس سايباها على الرخامه كده تبرد، فقلت اصور قدامكم شويه كده علشان الرخامه مليانه، فقلت اصور قدامكم شويه كده في الصاله وبس، سايباها تبرد عشان احطها في التلاجة. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا، مع السلامه حبايب قلبي. كمان نسيت اقول لكم ان الفراخ رجليها كانت قصيره، يعني الراجل بتاع الفراخ وهو بينضفها كسر رجليها وخلى رجلها قصيره، فما كنتش عارفه احشيها. بس انا اتصرفت، عملت ايه بقى، جبت خيط وربطت الرجلين ودخلتها كويس جدا وربطتها. بس بقى دلوقتي بقى بعد ما صورت معاكم كده هشيل الخيط منها، وبعد كده هناكلها. مع السلامه يا حبايب قلبي. اهم حاجه بوريكم علشان لو الرجلين كانت مستويه معاكم تتصرفوا وتربطوها بخيط. مع السلامه.